يجمع. مهم قوي الكلام اللي هنقوله النهارده. وحياة امك لا تنزل غصب عنك. ودي كتبتها على تويتر، لقيت العيال اللي جنبي تقول لي غصب عننا انت هتنزل الشعب وحياة امك لا تنزل غصب عنك. انت مش متخيل، مش عارف مشكلتك ايه، انك مش متخيل انت داخل على ايه. وحياة امك ياض يا سيساوي يا رياض يا لجنه يا سيساويه كلكم، وحياة ابوكوا لا تيجوا تتحايلوا علينا تحت رجلينا وتقولوا لنا يا علي والنبي ادعوا الناس للنزول يا علي، مش لاقيين اللقمه يا علي، مش لاقيين الاكل يا علي، بنموت من الجوع يا علي، اتداس علينا يا علي، طلنا الظلم اللي كان طايلكوا يا علي، احنا معاكوا يا علوه ادعوا. وحياة امك لا تيجي تحت رجلينا يا علي. وهتحلم بس انك تبقى نزلت في دعوه من اللي احنا كنا بنقول عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يا جماعة نسمع علي المهدي وهو بيدعي الشعب المصري والشباب المصري ينزلوا من اول وجديد ويعملوا ثورة تاني من جديد، بس المرة دي ثورة مش سلمية، عاوزينها ثورة دموية. طبعا هو طالع بيشتم الجيش والشرطة وعاوز الشباب المصري ينزل يشتبك مع الجيش والشرطة علشان يصوروا ويبعتوا للناس اللي برا ويقبضوا على الجاهز، واحنا هنا قاعدين نشتبك ونخرب في البلد، وعلي المهدي يقبض على الجاهز عشان يركب احسن عربيات ويقعد على احسن مكاتب ويلبس احسن لبس، والشباب المصري ينزل يضحي بنفسه ويموت وهم يتفرجوا من هناك. طب ليه علي يا مهدي عاوز الشباب المصري ينزل ويشتبك مع الشرطة والجيش؟ ليه عاوز تعيده من جديد؟ طب ما تنزل انت معتز مطر، طالما انت يعني محروق كده على مصر قوي، ومعتز مطر ومحمد ناصر وكمان محمد علي اللي هو في غيبوبة هناك، ونرمين عادل والناس دي كلها. انزلوا هنا كده وانتوا اعملوا الثورة اللي انتوا عاوزينها واعملوها دموية زي ما انتوا عاوزين. عمالين تسخنوا الشباب علشان تنزل تموت وانتوا تقبضوا على الجاهز. يعني اتقوا الله، حرام عليكم. خلي بالكم يا جماعة من نظرات علي حسين المهدي وهو بيقرا الكلام ده من السكريبت، لانه مكتوب له بالحرف الواحد علشان الشباب تنزل ويحصل اشتباكات ويحصل دم ويحصل حاجات كتيرة هم عاوزينها. وطبعا هم ولا يهمهم ولا تفرق معاهم الشباب تنزل ويعني يضرب عليهم نار ولا اي حاجة من دي. كل اللي يهمهم بس ان هم يقبضوا وياخدوا فلوس. يا ريت يا جماعة نبقى يعني ناس كده فاهمة وواعية، ويا ريت كمان الشباب ما ينساقوش ورا الدعوات دي ولا يسمعوا كلام الناس اللي عايشة برا دي، لان فعلا الشباب هتنزل تموت وهم يقبضوا فلوس على الجاهز. فتعالوا نسمع كلام علي المهدي بيقول ايه وبيحرض ازاي الشعب المصري ينزل من جديد. اسمعوا ويا ريت تكتبولي في التعليقات ايه رأيكم. يجي عليك وقت تحلم بيها وساعتها هتنزل غصب عنك، وساعتها يحصل الفوضى الحقيقيه بقى. يعني اللي كان بيقول لك يا حلوه البلد مش مستحمله لو الناس نزلت هيحصل فوضى، على الاقل يا اولاد الكلب الفوضى لو حصلت كانت تبقى منظمه من الشعب، كان يبقى فيه لجان شعبيه. الفوضى اللي انت داخل عليها دي بقى لا هتبقى منظمه ولا نيل، الناس هتنزل تاكل بعضها. انت داخل على مجازر، انت داخل على دمار شامل، انت داخل على قرارات. اصبر بس بعد يوم 18، اصبر بس يوم 18 يعدي والمعلمين يسافروا ويسيبوا البلد، وحياة ابوكم لا تقولوا يا ريتنا نزلنا يا علوه يوم 10 و9 و12 و11. شرطه وقفت، انت نازل جهاد يالا، انت نازل تجيب بلدك، انت نازل تجيب بلدك وتحررها من رقابيهم. لو كنت فاهم الناس كده كانوا هيشوفوا صف عربيات الشرطه ده كانوا هيروحوا يهجموا عليهم. انا عايز اوصلك الحته دي. تخيل معايا المشهد، لو مجموعه من الشباب اللي نزلت شافت صف الشرطه ده خافت ورجعت، لو كنت مفهمهم وفي جواهم عقيده وقضيه انك نازل ما ينفعش ترجع، هل كانوا هيرجعوا؟ هل المشهد كان هيطلع بالشكل ده؟ لا والله، والله ابدا. تخيل بقى فيديو اتنشر والمتظاهرين بيهاجموا على العربيات دي وبيكسروا خوفهم. يا نهار اسود، انت كنت هتلاقي مصر النهارده كلها في الشارع. شوف السيسي لعبها عليك ازاي. تعالى تعالى احنا بنتعلم. ما انت ممكن تكون شايف تحت رجليك، تعالى اقول لك اللعبه حصلت عليك ازاي. نشروا فيديوهات قال لك شايف صف العربيات الشرطه ازاي حلوه بتلعب في الشوارع، وبيوا ويوا 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 ويوا، والشرطه في كل مكان وانت قاعد في بيتك سامع الويوا ويوا ويوا. مش كده قاعد بقى انت مرعوب رجلك بتخبط في بعضها. شوف رعبك ازاي، شوف رعبك ازاي وانت قاعد في بيتك. لو شفت نفس المشهد ده بس المتظاهرين نطين على المدرعات وجايبين الضابط من جوه المدرعه وساحلين، تفكيرك هيبقى ازاي بعد كده؟ قول الله لا 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 ده الشعب ركب يا باشا، زي ما اتقالت علينا في 28 يناير جمعه الغضب. اللاسلكي اتسرب قال له الشعب ركب يا باشا، الشعب ركب يا باشا، انت لازم تركب تاني. هتلاقي صحفيين واعلاميين
من بتوع حموم الانسان والمعارضه والبتاع بالسلميه وسلميتكم من الرسائل والاستاذ العلوم السياسيه في جامعه بتنجانيه الحاصل على ماجستير العلاقات البتنجانيه في الجامعه الدوليه. ايه يا باشا؟ ايه قول لنا هتعمل ايه؟ سلميه يا اخواتي في الله، السلميه هي منبع النجاح، السلميه والسلميه فقط وغيرها. تيجي بعد ساعه تلاقيه كاتب ايه؟ على جمعة الغضب، على حلاوة جمعة الغضب وشعور الفخر والاعتزاز، كم كنا أقوياء في جمعة الغضب. طب يا باشا كنا أقوياء إزاي في جمعة الغضب؟ ما تكمل الجملة وقول لهم إن إحنا قلعنا ضباط الشرطة ملط، إن ضباط الشرطة كانوا بيجروا منك وبيقلعوا الميري وبيجروا منك عشان خايفين منك. كمل الجملة وقول لهم، قول لهم إنك لازم لما ضابط الشرطة تاخد سلاحه وتبقى أنت القوي عليه وتركبه. ما تقول له يا باشا بقية الجملة، يقول لك السلمية بس 28 يناير دي الله كنا رجاله يا ولاد، بس السلميه ياض يا ابن الكلب ده انت كده بتضحك على الناس. مفيش حاجه اسمها سلميه، مفيش حاجه اسمها سلميه، الخدعه الكبيره اللي اتاكل على قفاكم كلكم بيها عيش. مفيش حاجه اسمها سلميه. عارف الكلام اللي بقوله ده مش في مصلحتي. يعني ايه؟ ممكن يتقفل لي بيه القناه اللي انا طالع عليكم بيها دي. يعني ممكن حد يقول لي علوه انت عايز مصلحه من الموضوع ده، مش ملهاش مصلحه ليا. يعني ممكن الكلام اللي بقوله ده يقفلوا القناه بيه، ممكن يعملوا عليا احلى حملات زي ما اتعملت امبارح واقول لك دلوقتي، ممكن يعملوا حاجات يعني مش في مصلحتي في الاول وفي الاخر. منبطح جبان الشعب المصري ده، لا مفيش منه رجا. هم اللي بيوصلوا لك الرسائل دي. تعال شوف فعلهم هتلاقي عكس كده. فاكر التعليمات والتحركات الامنيه اللي قلت لك عليها قبل ما يحصل اي حاجه خالص؟ تحرك الداخليه والفيديوهات اللي طلعت امبارح واحمد موسى نازل بحراسه، التحركات دي كلها ايه؟ مش معناها ان مفيش حاجه، معناها ان كان في تحركات استثنائيه، تحركات استثنائيه كلفتهم الملايين. انا عايز كل يوم بقى تحركات استثنائيه من دي. هو معهوش ما يقدرش. يعني انت عارف لو فضلت مكملي على نفس النهج ده شهر يا سيدي، اسبوعين 3 بلاش شهر، انت عارف انت يعني سيبك بقى انت هتنجح وتنجح، انت عارف هتخسره كام وانت قاعد في بيتك بتدعو بس؟ انت عارف كام مليون انت هتخسره؟ وهو دلوقتي في عرض دولارايه مش مليونيه، دولارايه واحده. كلهم دلوقتي نازلين بالحراسه عشان خايفين منك انت كشعب. طب بلاش دي. دلوقتي سقوط السيسي مرهون، مين هيديله دلوقتي؟ تعال اوريك خبر الاول وبعد كده ارجع افصل لك الموضوع اكتر. ولاد الكلب اللي في قطر، اي حد يجي على شعبي ويجي على بلدي يبقى ابن كلب على طول. يا حلو اصل وقفوا معانا قبل كده زي الفل يا باشا، وقفوا معاك واستفادوا منك. جا دلوقتي بيدعم الخاين الجاسوس العميل سيسي يبقى ابن كلب. ده اللي فهمه. مفيش حاجه اسمها عواطف، مفيش حاجه اسمها عواطف، في حاجه اسمها ثوره، في حاجه اسمها رجوله، في حاجه اسمها اللي مش معايا بقى عليا وش، مش لا اصل ده مع ده شويه وده مع ده عند امك. قطر حطت $1 مليار، اوعى تفتكر ان هي حطتها وديعه كمان. شوف بقى الوساخه واصله فين، عشان بقول لك السقوط امر حتمي. قطر ما حطتش دي وديعه، وانا في فرق بين وديعه ان انا بحطها لك في البنك بتاعك عشان اعمل لك زخم وسيوله ويبقى عندك العمله، في فرق اخر ان انا بشتري بيها حاجه باخد بيها اصولك وارضك. قطر عملت انت قاعد فين دلوقتي؟ انا بقول لك السيسي سقط نفسه وشاء الله انه يهيئ المناخ العالمي كله علشان يبقى على غير المتوقع. والله يا ابني يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انت مش مؤمن. اللي بيقول لي انا احبطت النهارده، انت احبطت عشان مش مؤمن، عشان ما عندكش عقيده، عشان حالتك كرب، حالتك نازل بس عشان لقمه العيش، حالتك كرب. لقيت صف عربيات قلت يا نهار اسود يا عم اروح اكل بعضي في البيت احسن ولا ان انزل كده واتاخد. مش كده؟ مش ده اللي حصل يا استاذ عبد الله؟ يا جدعان ابوس ايد ابوكوا اتعلموا من اللي فاتنا. هتفضلوا لحد امتى يا جدعان تاكلوا نفس اتعلموا من اللي فاتنا. حته واحده بس ما فيش حاجه اسمها سلميه. بوتين دخل اوكرانيا مش بالسلميه، امريكا دخلت العراق وفيتنام وي مش بالسلميه، السيسي دخل فشخ مش بالسلميه. كل اللي بينتصر مفيش سلميه في قاموسه، الا احنا بيضحكوا علينا ويقول لك لازم تبقى سلمي عشان المجتمع الدولي يرضى عننا. ينعم ميتينك انت والمجتمع الدولي يا باشا. مجتمع دولي ايه؟ مفيش حاجه اسمها سلميه. ليه؟ المواطن اللي نزل امبارح الخطه الجميله اللي حطها عبد الله الشريف، لو كان شاف صف العربيات الشرطه قدامه وانت مفهمه انك نازل يا باشا عشان تاخد ارضك ونازل تجاهد، انت نازل ثوره وجهاد، مش نازلين مرقعه زي ما حصل في 30/6 وتلاقي رقص وشخلعه والشرطه. انت نازل جهاد يالا، انت نازل تجيب بلدك، انت نازل تجيب بلدك وتحررها من رقابيهم. لو كنت فاهم الناس كده كانوا هيشوفوا صف عربيات الشرطه ده كانوا هيروحوا يهجموا عليهم. انا عايز اوصلك الحته دي. تخيل معايا المشهد لو مجموعه من الشباب اللي نزلت شافت صف الشرطه ده خافت ورجعت، لو كنت مفهمهم وفي جواهم عقيده وقضيه انك نازل ما ينفعش ترجع، هل كانوا هيرجعوا؟ هل المشهد كان هيطلع بالشكل ده؟ لا والله ابدا. تخيل بقى فيديو اتنشر والمتظاهرين بيهاجموا على العربيات دي وبيكسروا خوفهم. يا نهار اسود، انت كنت هتلاقي مصر النهارده كلها في الشارع.
شوف السيسي لعبها عليك ازاي. تعالى تعالى احنا بنتعلم. ما انت ممكن تكون شايف تحت رجليك. تعالى اقول لك اللعبه حصلت عليك ازاي. نشروا فيديوهات قال لك شايف صف العربيات الشرطه ازاي حلوه بتلعب في الشوارع، وبيوا ويوا 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 ويوا، والشرطه في كل مكان، وانت قاعد في بيتك سامع الويوا ويوا ويوا. مش كده؟ قاعد بقى انت مرعوب، رجلك بتخبط في بعضها. شوف رعبك ازاي، شوف رعبك ازاي وانت قاعد في بيتك. لو شفت نفس المشهد ده بس المتظاهرين نطين على المدرعات وجايبين الضابط من جوه المدرعه وساحلينه، تفكيرك هيبقى ازاي بعد كده؟